ازاي تبيع الكورسات التدريبيه مع زيرو جمهور؟ لو ما عندكش جمهور ولا سوشيال ميديا ولا حتى عملاء، هل ده معناه انك مش هتقدر تنجح في بيع كورساتك؟ الحقيقه لا، بالعكس، ده ممكن يكون اكبر ميزه ليك، وهقول لك ليه في الفيديو ده. كتير بيظنوا ان المتابعين الكتير بتساوي فلوس في البنك، لكن الحقيقه ان بناء جمهور من الصفر ممكن يكون اسهل مما تتخيل لو استخدمت الاستراتيجيه الصح. الناس مش بتشتري الكورسات، الناس بتشتري النتائج اللي هتحققها. ركز على إظهار القيمة اللي هتقدمها وحل المشكلات اللي بتواجه جمهورك. مثال، لو عندك كورس عن التسويق، بدل ما تقول هنتعلم تسويق، قول هنتعلم ازاي تبيع منتجاتك بدون ما تنفق آلاف الدولارات على الإعلانات. مش لازم يكون عندك آلاف المتابعين علشان تبيع، المهم انك تجذب الناس الصح. طب ازاي؟ قدم محتوى مجاني قيم باستمرار، استخدم فيديوهات قصيرة توضح مشكلة وحل سريع، شارك قصص نجاح حقيقية من عملائك أو متدربين سابقين. أكبر خطأ المدربين هو إنشاء كورس كامل بدون التأكد من إنه مطلوب. الحل، ابدأ بتجربة فكرتك مجانا أو بسعر منخفض. مثلا اعمل ويبينار مجاني أو سلسلة فيديوهات قصيرة تختبر الفكرة، استمع لأسئلة الجمهور واحتياجاتهم الحقيقية، حسن الكورس بناء على ردود الفعل. مش المفروض انك تجبر العميل على الشراء، بل تخليه يحس ان القرار الطبيعي. ازاي؟ اعرض شهادات عملاء سابقين، قدم عرض خاص لفترة محدودة، استخدم استراتيجية احجز مكالمة بدل الدفع مباشرة عشان تزيد نسبة التحويل. طيب ايه اكتر تحدي بيواجهك حاليا في بيع كورسات؟ شاركنا في الكومنتات وهرد عليك بنصيحة عملية. ولو عايز تبني جمهور وتبيع كورساتك بدون متابعين، عندي ليك الحل. ابعت لي مهتم في رسالة أو تعليق، وابعت لك ملف الاستراتيجية الكاملة.